السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده، يعني نحاول ان احنا نبعد النهارده كده عن الاكل شويه. وفي نصيحه انا حابه ان انا اقولها لحضراتكم، ازاي ان انت تحافظي على الذهب بتاعك، لان طبعا سعر الجرام طبعا عدى دلوقتي. فاحنا خلاص يعني اللي عنده ذهب يحافظ عليه. فالخطوه اللي انا بقولها لك دي ان انت تقدري بقى تحافظي على الذهب اللي عندك، بحيث ان هو ان تظهريه في احسن صوره في اي مناسبه عندك او كده. فانا هقولك على طريقه ازاي ان انت تلمعي بيها. الميه دي انا غليتها على البوتاجاز، هحط فيها شويه اريال او اي مسحوق عندك كده، وهحط فيها شويه صابون سايل كده. وهنا بقى تبتدي تحطي الذهب بتاعك. بس في تحذير انا حابه ان انا اقوله لك. انت لو عندك ذهب غوايش فيها فصوص او خواتم فيها فصوص، بلاش تحطي على النار. يعني الخطوه اللي انا بعملها لك دي للي هم اللي عندهم غوايش او ذهب يعني فيه فصوص. دي كده انت بتحطي اهو الذهب كله، تحطيه في الميه كده كده، وتقلبيه شويه، بس طبعا عشان الميه سخنه حاسبي ايديكي. تفضلي تقلبي بقى فيه كده. بس تحذير انا بقولهولك، ما تعمليش الخطوه دي والميه على النار، يعني عشان الفصوص ما تقعش من الخاتم بتاعك او الغويشه. تبتدي بقى ان انت تطلعيها كده اهو، تستني عليها لما تبرد كده شويه، وتبتدي تجيبي اللي هو المسحوق اللي هو الاريال بتاعك، تبلي الفرشه، اي فرشه سنان بتكون قديمه عندك، وتبتدي ان انت تلمعي فيها كده. هتنزل كل الرواسب اللي هي السوداء طبعا مع الاستعمال. ونصيحه ان انت ما تلبسيش الذهب بتاعك ده وانت بتغسلي المواعين وانت بتغسلي او في البيت، يعني ده خليه بقى للمناسبات، بدام ايه يعني غالي كده يبقى نحافظ عليه. ومع كمان العجين، لان انا لاحظت ان في ستات كتيره بتعجن بالغوايش بتاعتها والخواتم، طبعا دي بتتملي كلها رواسب، فدي بتبقى مؤذيه يعني للذهب. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نغسل الذهب كتير، لان الذهب طبعا بيخس. لان انا جربتها كتير لما باجي ببيع مثلا غويشه او خاتم. كنت الاول وانا يعني بلبسه على طول يعني في البيت، فكنت بروح انا جايباه طبعا جرامات معينه وعارفه الوزن بتاعها، بروح الاقيه قل جامد يعني. فسالت بتاع الذهب، قال لي لا، يبقى انت الاستعمال بتاعك والاحتكاك بين الخوايش وبين بعضيها ده بيقلل طبعا في الوزن. بردك هتغسلي من جوه كده. انا هوريكي واحده تجربه، وانت ايه تعملي بقى انت بقيه الحاجه بتاعتك كده كده. بعد ما انت بقى دعكتيها اهو بفرشه السنان، عندك بقى فوطه وتدعكي بردك فيها كده كده. بتدعكي طبعا من جوه ومن بره كده. طبعا انا مش قادره يعني ايه، مش عايزه اطول عليكي في الفيديو، بس انت هتلاحظي الفرق بين في الغويشه كمان بتاعتك. الاول هتلاقيها كانت مطفيه، دلوقتي هتلاقيها بصي لمعت. بعد ما انا مدعكتها اهي، هحطها في الميه اللي هي البارده دي، ميه بارده ما فيهاش اي حاجه طبعا، بايدك اهي كده، عشان طبعا بتغسليها من المسحوق والرواسب اللي فيها اهي كده. ودي بصي الغويشه اهي، يعني اللمعه بتاعتها بصي عملت ازاي اهي. واتمنى ان الفيديو بتاعي ده يعجبكم. ونصيحه، لان احنا كستات يعني الذهب ده راس مالنا، وبنحب نظهره في احسن صوره، بالذات كمان في الافراح والمناسبات دي بتبقى بتحسي ان انت ايه يعني لابسه ذهب، بتحسي ان انت عزوه وانت لابساه. فتحاولي تحافظي عليه. واشكركم قوي على دعمكم لقناتي بيت العيله،
واتمنى ان النصايح بتاعتي النهارده دي تكون افادت ستات كتير، وحافظوا على الذهب بتاعكم. ونصيحه وانتي نايمه حطي الذهب تحت راسك يعني عشان تحافظي عليه في الايام دي. فمتشكره قوي ليكم.